تيار عمل على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيار أبى إلا أن ينهل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل، ليتجلى القرآن والسنة عليه قولا وفعلا. تيار أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيه: من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر 100 شهيد. إنه التيار السلفي مع كلمة التيار السلفي مع كلمة الأحرار والموقف الجريء، مع كلمة سماحة الشيخ داعي الإسلام الشهال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، قاهر الجبابرة والأكاسرة والطغاة والظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وإمامنا وأسوتنا محمد، إمام المرسلين وقائد المجاهدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أيها الحضور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم، وأن يبيض وجوهكم، وأن ينور قلوبكم ودروبكم، وأن يسعدنا وإياكم بطاعته ورضاه في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الأحبة، روح الهجرة ومعانيها تدفعنا لهذا اللقاء الطيب الشعبي الكبير المبارك بإذن الله. معاني الهجرة جمعتنا لا لمقصد بدعي، وإنما من أجل اجتماع نرفع فيه راية الحق، نرفع فيه راية التوحيد، توحيد الله، والسنة، سنة رسول الله. من الهجرة نستقي معاني الهجرة من الباطل إلى الحق، من الكفر والفساد إلى العدل والسنة، إلى الحق، من أجل إحقاق الحق والعدالة بين الأنام. نحن قوم أيها الإخوة، نحن قوم مهما أصبحنا أقوياء في الأرض فإننا نذعن لله، فنحكم ونطبق شرع الله في عباد الله. نرفع رؤوسنا بديننا، لكن نخضع لحق ربنا، فنعدل بين عباده، لا نظلمهم ولا نطغى عليهم. في الوقت نفسه
أيها الإخوة أن أرجع إلى الجذور لندع الحديث في عمق السياسة إلى مناسبة أخرى، ولندع ذلك إلى إخوة أفاضل كرام. لكن ما نتكلم به في العمق هو من عمق السياسة الشرعية. الرجوع إلى الله أيها الإخوة هو سبيل سعادتنا، هو سبيل قوتنا، هو طريق نشر العدل بيننا، لأننا حين نرجع إلى الله، ومن أسماء الله السلام، حين نرجع إلى الله ومن أسماء الله المنتقم العزيز الجبار، حينئذ ننشر النور بين الأنام، ننشر السلام بين الأنام، نعطي لغيرنا الأمان حين يعطينا السلام. أما إذا امتدت يده من أجل أن تعتدي علينا فسنحول الإسلام. الوسطية والحكمة لا تعني النوم والتعب والكسل والتقهقر والرضا بالذل والهوان، وبالوقت نفسه لا تعني التهور والتطرف والغلو. من أجل هذا أيها الإخوة من يمد لنا يد الحوار والسلام بصدق، نعم بصدق، من أجل مصلحة عامة، من أجل الأمن والأمان ليكون للجميع، حينئذ نمد يدنا إليه بصدق واعتزاز وكرامة وعزة. أما حين يمدها من أجل أن يعتدي، أما حين يزرع الألغام والمتفجرات من أجل أن يزرع الخوف والرعب، نقول له حينئذ نحن قوم لا نخشى إلا الله وسنستمر. بكل الأحوال وفي كل الظروف ثابتين على طريق الحق والعدل، لأن هذا هو الذي يرضي الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تكون مجرد شعار وكلمة نستخدمها في الظروف الحرجة أو إذا ضاقت من الأحوال. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نلتزم بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا شكلا ومضمونا. لذلك نحن ندعو إخواننا، ندعو أبناءنا بكل عزة من أبناء هذه الطائفة السنية إلى أن نكون سنيين شكلا ومضمونا ومجتمعا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه قاعدة ربانية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كنا في خير فلا يغير الله حالنا من حال الخير إلى الشر إلا إذا غيرنا، وإن كنا في حال شر فلا يغير الله حال الشر الذي فينا إلا إذا غيرنا وسلكنا طريق الحق والخير الذي ارتضاه الله لنا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما
يصنعون. فلنرجع إذا أيها الإخوة إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها مناسبة لأن أصرخ هذه الصرخة وأن أدعو هذه الدعوة كي لا نبقى في الشكليات، كي لا نبقى في الشعارات، لنخرج من قمقم الخوف والدعة والنوم والوجل والخوف من أن يقال عنا أصوليون إرهابيون يحاربوننا حربا نفسية كي نتراجع عن الحق الذي نحمل والراية التي نرفع. هم يعلمون أيها الإخوة، يعلمون بأننا نحن أهل الأمان، وأننا أهل العدل، وأننا أهل الوسطية. لذلك هم يريدون تشويه صورتنا، يريدون تشويه صورة الإسلام عن طريق الابتزاز والاستفزاز وزرع الجواسيس والمندسين ليشوهوا صورة الحق والإسلام. أنا متعدد أيها الإخوة، والتاريخ القديم والحديث يشهد. هم يعلمون بأن ديننا دين الحق، وبأننا نرفع راية الحق والعدل والسلام والأمان وننشر ذلك بين الأنام. من أجل هذا يحاولون تشويه الصورة بزرع المندسين محاولة اختراق ساحتنا. نطمئنهم أيها الإخوة بأن محاولات الاختراق للطائفة السنية لا أقول قنابل صوتية، بل هي أصوات بالونات مطاطية. أقول كل جيراننا عليكم الأمان وصدقوا، لكن أعطونا السلام. لا تغدروا بنا. إن حاولتم أن تغدروا بنا فستجدون مجتمعنا مترصا وصفنا قويا، وستجدون أجسادنا نقدمها رقيقة في سبيل بالسلاح، فإننا نتفوق عليهم بما نحمل من حق، نتفوق عليهم بالراية الصادقة التي نرفع، نتفوق عليهم بتضحياتنا التي نقدمها في سبيل الله، فلساننا بالحق أقوى من صواريخهم. إذا احتاج الأمر أجسادنا نجعلها ألغاما وأشلاء دفاعا عن الحق. نحول أجسادنا وصدقوا ونخلع هذا الثوب واللباس لننزل إلى ساحة الميدان دفاعا عن الحق والتوحيد والسنة، دفاعا عن الطائفة السنية. لذلك أيها الإخوة الأحبة، لا أطيل عليكم، أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله، أذكر الزعامات والشخصيات والشباب الإسلامي للحذر من أن يستخدم جسر عبور إلى مشاريع مشبوهة قد نندم إن لم نحقنها تحت أقدامنا، قد نندم عشرات السنين. وفي ذلك أمثلة قريبة وبعيدة.
هناك أمثلة قديمة وحديثة إن غفلنا، إن أصابتنا الغفلة في الدفاع عن ثغورنا وعن حقوقنا، فإن العدو وإن كان أقل منا عددا لاجتماعه وأخذه بأسباب القوة قد يتمكن بمساعدة القوى الخارجية إلى أن يحكمنا، لأن مشروع الأقليات يعيش بيننا ويسعون خوفا منا لأجل لنكون ضعفاء. لكن أيها الإخوة، باجتماعنا وتوحيد صفنا وبالتوكل على الله عز وجل ربنا، بتوحيد صفنا للحقول دون اختلاطنا،